في محاولة لرفع الضغوط من على لعيبة الأهلي، كولر يطالب اللاعيبة بالاستمتاع أمام الريال وتقديم مباراة تليق بهم وبالأهلي نادي القرن. أوامر من كولر: الأهلي يغلق ميرانو أمام وسائل الإعلام قبل مواجهة ريال مدريد ويفرض السرية التامة. الصحافة الإسبانية: خطورة إصابة كورتوا أكبر من المتوقع، اللاعب لن يتواجد في نصف نهائي كأس العالم أمام الأهلي وقد لا يتواجد في البطولة بشكل عام. الصحافة الإسبانية: أنشيلوتي قرر عدم مشاركة بنزيما للبدء به في النهائي. محمد مجدي: قفشه تواجد في ميران اليوم بعد تخلصه من نزلة البرد التي تعرض لها. ارتياح كبير بالجهاز الفني بسبب حالة الطقس الجيدة في المغرب وغيابات ريال مدريد. الفيفا يعين الحكم الأورجواني أندرياس كمان لديربي القرن بين الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد إشاره 945 بطاقة صفراء و96 بطاقة حمراء في 196 مباراة. سيد عبد الحفيظ يحذر لعيبة الأهلي من اعتراض على الحكم الأورجواني في مواجهة الريال. أحمد أبو مسلم يؤكد أن الأهلي قادر على تحقيق المفاجأة والفوز على ريال مدريد. بسبب تمسك كولر الشديد بلعب المباراة على استاد القاهرة، محاولات مكثفة لتغيير موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا بسبب إقامة مباراة منتخب الشباب على نفس الموعد في استاد القاهرة. تقارير صحفية: الأهلي يتلقى تأكيدات على موافقة لتقسيط غرامة كهرباء على أقساط دون إيقافه مجددا. كاف يؤكد وجود الجماهير بالساعة الكاملة بدوري الأبطال ابتداء مجموعات مشترط بموافقة الجهات الأمنية. الأهلي يعين أمير توفيق لرئيس التنفيذي لشركة الكرة بجانب منصبه في لجنة التعاقدات. ديرون رئيس ريال مدريد السابق: الأهلي فريق جيد جدا وفريق قوي في أفريقيا ويمتلك تاريخ كبير ومجموعة مميزة من اللاعبين، وبكل تأكيد أتمنى أن يفوز الريال في المباراة. إنها لن تكون مواجهة سهلة على الإطلاق، والفريق الذي سيكون مركز في 90 دقيقة هو الذي سيفوز. الإعلامي القطري أيمن جادة قبل مباراة الأهلي أمام الريال في نصف نهائي كأس العالم: ما رأيكم أن نشاهد مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين الأهلي والهلال؟ وتشكيلة الريال تجعل الفرصة لن تتكرر، والمنتخب المغربي علمنا أن لا شيء مستحيل في كرة القدم، العرب يستطيعون. اليو ديانج: بالتأكيد سعيد جدا بسبب التأهل إلى نصف النهائي ومقابلة الريال في ديربي القرن، هي مباراة الحلم. إذا كنت ستخبرني قبل البطولة أننا سنقابل الريال كنا سنرد عليك ونقول أنت مجنون بالطبع. رونالدو نجم ريال مدريد السابق: خسارة ريال مدريد أمام مايوركا ليس بسبب انشغال الفريق بخوض نصف نهائي الأمم الأندية أمام الأهلي، ولكن لأن الفريق مستواه هابط في الفترة الأخيرة، تحديد فالفيردي الذي مستواه نقص كثيرا في الفترة الماضية. الأهلي أفضل فريق في أفريقيا ولديه أكثر من 100 لقب ويشبه ريال مدريد في أوروبا، لذلك حصل على جائزة نادي القرن الأفريقي. وشاهدت قوة في الفريق وسرعات، ومواجهة نصف النهائي ستكون صعبة للريال. مباراة الأهلي وريال مدريد ستكون صعبة بالتأكيد. ضياء السيد: مباراة الأهلي وريال مدريد صعبة للغاية لأنها فرصة لن تتكرر كثيرا. الأهلي هو النادي الأفريقي الوحيد والعربي الوحيد الذي قابل ريال مدريد في مباراة رسمية. العزيز رئيس وزارة الشباب والرياضة السابق: الأهلي بمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية يحقق امتيازات كبيرة جدا، لعب في مدارس مختلفة وتحقيق عروض رعاية كبيرة.